إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقتلون آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم بلا عقل ولا دين ولا رحمة. يقتلون آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم بلا عقل ولا دين ولا رحمة. كيف يعمد الابن إلى قتل أمه وقتل أبيه دون رحمة ودون شفقة؟ سبحان الله. الذي يتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وجاء في حديث آخر: حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قال الصحابة رضي الله عنهم: ومعنا عقولنا يومئذ. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، فنزعت عقولهم والله المستعان. وإلا فأين هم من قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ وأين هم من قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أتدرون ما هو سبب نزوع عقول هؤلاء الشباب وذهاب الرحمة من قلوبهم؟ هو ذلك الفكر المتطرف، فكر داعش، فكر القاعدة، فكر جبهة النصرة، فكر الإخوان المسلمين. هذه هي الأفكار التي زرعت مثل هذا في قلوب الشباب. وداعش فكر تكفيري خارجي نبت في أحضان القاعدة، وسقي من فكر الإخوان المسلمين كسيد قطب وغيره ممن انتشر ونشر هذا الفكر المتطرف. من كلام شيخنا أحمد المزروعي حفظه الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.